سلام حبيباتي، اليوم جيتكم بفيديو جديد. مرحبا بكم. مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. نبداو الفيديو تاعنا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. البنات كما كنتم تشوفوا هادو المقشرات اللي ديجا وريتهم لكم في فيديو سابق. واحد وريته لكم الشراياتي، وواحد وريته لكم في فيديو تاع لي غوماج اللي نستعملهم. نبدا اولا البنات بهذا اللي وريته لكم. ما ديطايتش فيه بزاف، وريته لكم فيديو سابق في لي غوماج اللي نستعملهم. هذا البنات قلت لكم انايا خادمته وحدي، دايره فيه الكاكاو، دايره فيه بودره القهوه، ودايره فيه سكر البني الخاشن، ودايره فيه العسل الطبيعي، وكذلك دايره فيه زيت زيتون والويل دو كوكو. اكيد الويل دافوكا اذا كان عندكم تنجموا ديروه، ما كانش عندكم معليش، لكن زيت زيتون الويل دو كوكو لازم تضيفوه في هذا الخليط باش يكون له كماده حافظه. وهذا الخليط ممكن يبقى عندكم حتى لشهر. ديروه في الفريزر وتخلوه يجمد. كيف الفتره تاع الصيف، فتره تاع المشتى اكيد تنجموا تصاوبوه غير وحدكم وتخلوه يجمد. المهم البنات هذا ننصح به، هذا يصفي كما راكم عارفين ماده الكافيين مليحه للبشره، يصفي. اذا كان عندكم حبوب في البشره تاعكم اكيد يقلعوا. مانيش ننصح بالبشره تاع الوجه، اكيد لا، البشره تاع الوجه حساسه بزاف. اذا درتوه ديروه الا اذا درتوه الا في شكل ماسك للوجه. ما تقوموش به ماسك وغسلوه ديريكت. ماسك خلوه 10 مينوت 15 مينوت ولا 5 مينوت 10 مينوت وغسلوا الوجه تاعكم بالماء الفاتر، لكن ما تديروش كغوماج. اما البشره الجسم ديروه غوماج. الا كان فيكم حبوب ولا تصبغات ولا اي نوع من الشيء الجلدي يكون على شكل حكة ولا على شكل، مهم ما تكونش حاجة اللي تستوجب زيارة الطبيب او زعما حاجة كيما هكا. تنجموا تستعملوه باسكو فيه العسل، فيه كل المواد تاعه طبيعيه تال منفعني البنات. شاركته معكم في شحال من فيديو مي ما هضرتش عليه بزاف، قلت لكم غير المكونات تاعه. هذا ننصح به البنات اللي بغات تصفى، اللي بغات البشره تاعها تصفى، اللي بغات البشره تاعها ما يبقوش فيها الحبوب، اللي كان فيها ندوب ولا اي شيء في البشره تاعها، يوحد كذلك لون البشره. ننصح به البنات، هذا مليح بزاف بصح يبغي المداومه. ديروه ماسك وتخلوه 20 مينوت فوق البشره تاعكم، ومن بعد تقوموا به البشره وتشلوا اكيد بالماء الفاتر. المهم البنات هذا انا نستعمله وعن تجربه وننصحكم به كذلك. اما هذا البنات، هذا وريته لكم مشترياتي، وهذا كان بالنسبه لي اكتشاف. كما راكم عارفين لا بو بارفيت، قلت لك لا بو بارفيت كما راكم عارفين الشركه من بو بارفيت. تعجبني بزاف، كاين فيها لي برودوي تاعها اللي يعجبوني بزاف. كما قلت لكم جيل نيتوايون، فيها لودوغوس تاعها خرجوا عليا تري بيان. وهذا الكوماج كذلك البنات تعجبني، نون سيلمون لو باكاجينغ تاعهم شباب بزاف، سامبل وشباب. اما البرودوي تاعهم فهو روعه، راني مستعمله منه شحال من خطره وخرج عليا تري بيان. كما راكم تشوفوا البنات حبيبات السكر ما تذوبش كيما واحد لي برودوي كي ديريه يذوب. تقومي به البشره تاعك، يقومي تري بيان. وفيه واحد الماده كيما الزيوت، فيها شيء من الزيوت يخلي البشره إدغاتي. البنات انايا حقيقه عجبني هذا المنتوج، عجبني بزاف. لودور تاعه زينه مليحه بزاف، و مخدوم كما كنتم تشوفوا مخدوم بلافوكا ومخدوم بالفيتامين او. كذلك كي تبقاي تغسلي فيه البنات يدير نوع من الرغوه، لكن ما يرغونش بزاف. يخلي لودور شابه والبشره رطيبه، وننصح به تال. معجبني البنات، شوفوا راني شاريه الزاوج ها هو كما راكم تشوفوا. وكذلك البنات فيه نوع واحد اخر، هذا نتاع
الكوكو والنيله الزرقاء. هذا مازال ما استعملتهش حتى معجبني البنات، ما ايزيتيتش وشريت، زدت شريت شريت زوج، وكأنه راح يكمل من السوق. باسكو بوغ لا بروميير فوا نلقى غوماج خادمينه بهذه الجوده، جوده عاليه بزاف بزاف. مهم البنات ما نحقروش المنتوج بلادنا. كاين منتوجات صح ماهاش مليحه، ولكن بالتجربه تاعنا نعرفوها مليحه ولا ماشي مليحه، ولكن كاين منتوجات ما نحقروهاش، شابه بزاف واكيد خرجت علينا. ماشي شرط يكون منتوج جايبينه من الخارج باش يكون مليح. المنتوجات تاع بلادنا تانيك راها مليحه. المهم البنات، كان هذا هو الفيديو تاعنا اليوم. وريت لكم الحاجه الشابه اللي نبغيها انايا في هاد لي كوماج. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. نقول مرحبا للمشتركات الجدد، واللي ما اشتركتش نقولها اشتركي باش تدي المنفعه، وديروا لايك اكيد بنات باش تدعموني. ونتمنى يعجبكم الفيديو. الى لقاء اخر، والسلام عليكم، وتهلاو في روحكم ان شاء الله.